التصميم. شوف كميه البالونات اللي اتبقت يا جدع، انا مش عارف اقول ايه في الهجمات دي يا ابني. بسم الله ما شاء الله، 41 ثانيه اكتر من كفيله ان هي تمسح التصميم. ربنا يحرسك يا ابني، ربنا يحرسك. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم زين المصري من قناه مصراوي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد عن ستارز، اللاعب الياباني المجنون اللي بيمسح اي تاون 15 يقف قدامه تحسه بيمسح تاون هول 7. في البدايه كده ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وانك تفعل زرار الجرس وتكتب لي تعليق زي التعليقات اللي هتتعرض قدامكم دي، اللي حقيقي بسطتني وخلتني اعمل لكم الجزء الثاني. طبعا الجزء الاولاني بتاع السوبر هوج رايدر، واللي ما شافوش هسيب له اللينك فوق او عند علامه الاي يظهر له الفيديو. طيب خلينا كده الاول نستعرض هجمات كده بسرعه بدون مقدمات على طول. زي ما انتم شايفين، اول هجمه معانا الاستراتيجيه عباره عن برق هينزل بيها على الماليس مع واحده زلزال عشان يقضي عليه. تمام. بعد كده ب 27 طبعا يفتح مفجرين اسوار، نزل بالملكه الاول وفتح مفجر سور، وعايز الملكه تخش تنضف له الجزء ده وتاخد الصاروخ ده. طيب كل اللي هو يعمله هينزل ايه دلوقتي؟ نزل بواحد عملاق طبعا مع الملكه عشان الدفاعات تستقصده عشان يقدر يحافظ على الملكه، لان طبعا ما بيهاجمش ملكه ماشيه. نزل بالملك وواحد من مفجرين اسوار الخارقين علشان يمسح جزء تاني من التصميم. طيب والملكه شافه شغلها ونزل بواحد من الجرم التلجي طبعا، لكن اضطر ان هو يفعل خاصيه الملكه، بس ان شاء الله يقدر يحافظ عليها، ولا بس فعلها بدري يعني شويه. نزل بالبطله مع الحيوان الاليف اللي معاها، وهو طبعا بيدمر جزء كبير من تصميمه. وهو هدفه دلوقتي ان هو يوصل للمدفعيه، خاصيه الملك اتفعلت، ويا ترى هيقدر ياخد المدفعيه ولا لا. هو ده لسه الملكة حية وبصحتها كاملة. نزل باللافا ونزل وراه بشوية بالونات وجنود تنظيف، وابتدى ان هو يوزع اللافا تلاتات كده على كل دفاع. وطبعا بيوزعها اهم حاجة يجيب اوحش اللي هي اقوى الدفاعات اللي هتقضيله على الهجمة. زي ما انت شايف اللي بيهدد له الدنيا اللي في المنتصف هيفعل خاصية الامر المفروض دلوقتي علشان يحافظ على الجنود دي كلها، وفعلا عشان يوصل الآلة برضه وتقدر تقضيله على التاون هول. بس يا ترى الآلة استلمت كل الافخاخ اللي كانت في المنتصف؟ كل دي كمية افخاخ. وبدأ ان هو يوزع الدفاعات، البالونات على الدفاعات اللي بره، بحيث ان هو ايه يقدر يقضي عليها بكل سهوله. زي ما انت شايف في مدعكه بتحصل في منتصف التصميم، بس يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ تعالوا نشوف واحده واحده. نزل برضو بالبالونات كده بشكل ان هو يمسح التصاميم. لسه معاه جنود بره، جنود تنظيف هيستخدمها اكيد عشان يقدر يمسح، عشان فاضل له دقيقه واحده. زي ما انت شايف كميه بالونات كتير، وقدر ان هو يمسح التصميم بكل سهوله. فعلا لعيب من افضل اللاعبين كلاش اوف كلانس، ومن افضل مستخدمين استراتيجيه اللافالون في العالم يعني يا جماعه. بيستخدمها كتير في هجمات وبيقدر يمسح. وادي اول تصميم معاه. زي ما انت شايف برضو تصميم قوي وماكس. فهو كل اللي هو يعمله ان هو هينزل اكيد بالبرق عشان يقضي على الانفيرنو المتعدد، واخد الملك نزل بيه علشان يقضي على ملك الخصم مع واحده من صيادات الابطال، وهيقدر يقضي على الملك بكل سهوله. اكيد هينزل الملك على شمال الملك، اكيد. ايوه عشان يقضي على الصاروخ ده. تمام. بعد كده ده واخد آلة قذيفة الجذوع، مغير الآلة المرة دي يا جدعان. طيب هياخد بالآلة اللي هي قذيفة الجذوع، هياخد بيها المالتي انفيرنو، هياخد بيها المدفعية. تمام. بعد كده هيبتدي اكيد يعني ان هو يوزع في الجيش. دلوقتي نزل بالجنوب التلجي، عايز الملكه تروح تاخد له السكاتر اللي هناك والملكه بتاع الخصم. زي ما انت شايف نزل بشويه بالونات كده من الجنب عشان يخلي الملكه اجباري تتجه ناحيه السكاتر ويقضي عليه بكل سهوله. وبالملك هيقضي على المدفعيه ولا مش عارف ايه؟ لا، الملك مات ولسه ما قضاش على المدفعيه، بس نزل. هيبتدي ان هو يوزع الجنود بتاعته بحيث ان هو ولا حتى الآلة خدت له المدفعية. تمام. بدأ ان هو يوزع الجنود بتاعته بشكل كويس قوي على اساس ان هو يقضي على التصميم. تمام. ماشي. ادي البالونات، ونزل بالملك اهو في الوضعية الجوية، ونزل باللافالون، ونزل وراه بالجنود اللي هي البالونات. زي ما انت شايف طلع على اللافالون كمية دفاعات كتير، وهو ده هدفه ان هو يحميه. بعد كده المفروض ان هو يفعل خاصية الامر دلوقت عشان يحافظ على الجنود بتاعته، ولا يستنى شوية؟ لا، فعلها ورمى واحدة غضب على اساس ان هم يخرجوا من سم التاون هول بعد ما تنفجر. تمام. ويا سلام، لسه التاون هول، وقدر فعلا ان هو يقضي على التاون هول. لسه فاضل له الماليز ده، يا ترى هيقدر يقضي عليه ولا لا؟ زي ما انت شايف كمية بالونات كبيرة ومعاه جنود تنظيف، ولسه الملكة بقدرتها، البطلة بقدرتها يقدر يقضي على بقية الدفاع. زي ما انت شايف كمية الجنود كتير فعلا. ماشي. فاضل له بس الدفاع الجوي هنا، لو قدر ان هو يقضي عليها هيكون مسح بكل سهولة. زي ما انت شايف البطل عند الماليس هناك هتقدر ان هي تقضي عليه، ولسه محافظة على قوتها، تستخدم قدرتها علشان يقدر يمحي بقية الدفاعات وتخلص الهجمة. طيب زي ما انتم شايفين هينزل بالواحد الزلزال فين، هيقضي على المالتي انفيرنو ده مع شوية الدفاعات اللي هنا. ماشي. هينزل اكيد بواحدة، هينزل باللافالون، هينزل باللافا. اظنش هينزل بايه، بيفكر في ايه؟ طيب
ماشي، خد الآلة الطيارة، نزل باللافا وبعد البالونات عشان تقدر على الدنيا دي، ونزل بالآلة منطاد المعركة على أساس إن هو يقضيله على التاون هول بكل سهولة. زي ما أنت شايف مع واحدة غضب هيقدر يقضي على التاون هول، ما قضاش، لا قضى على التاون هول بكل سهولة، وقضى على معظم الدفاعات اللي هنا. طيب هينزل بالملكة بجنب من التصميم علشان تاخد له الاسكاتر، ونزل بالملك طبعا عشان يوجهها يخليها تخش الاسكاتر ده وتقضي عليه مع ملكة الخصم. زي ما أنت شايف نزل بواحد من الجولم التلجي علشان يقدر يمحي التصميم، يمحي يعني يساعد الملكة ويحافظ على نقاط حياتها. تمام، زي ما انت شايف نضف على يمين الملكة كويس، وعلى شمال الملكة هياخد المالتي انفيرنو، نزل بالبطلة بدأ يوزع البالونات باستخدام اللافا طبعا، ونزل وراهم بالآمر وجنود التنظيف على طول، ما بيستناش ده. الدعم طلع ناحية الملك، حط السم وهيقدر يقضي على الدعم بكل سهولة، مينيون خارق فصعب انك تقضي عليه، بس قضى على الدعم بكل سهولة. ولا جمده علشان البطلة تاخده بكل سهولة. تمام، فعل خاصية الآمر مع واحدة تسريع، قدر ياخد المدفعية وياخد جزء كبير من التصميم. يا ترى يقدر ياخد المالتي انفيرنو؟ خده باستخدام البطلة. لسه بيوزع الجنود بتاعته البالونات بشكل كده جروح على كل دفاع. لسه فاضل له سكاتر واحد جمده علشان يقدر يحافظ على البالونات، لان هو بيمثل طبعا من اخطر الاسلحه اللي بتهجم على البالونات. بس التجميد راح، يا ترى هيقدر يحافظ على البالونات ولا لا؟ حافظ عليها وقدر يمحي، وبقى معاه كميه جنود للتنظيف. الملكه لسه عايشه، الجنود كتير لسه عايشه. انت مجنون بجد يا ابني، ايه كميه البالونات دي كلها؟ فعلا انت من احسن لعيبه العالم في لعبه كلاش اوف كلانس ستارز. حرفيا انا نفسي اوصل لمستواك يا ابني. تمام، وادي هجمه جديده، يستخدم البرق ازاي المره دي؟ ماشي، هيستخدمه عشان يقضي على المالتي انفيرنو اللي هنا، وقدر ان هو يقضي عليه بكل سهوله، بس مفعلش الغضب اللي هنا. هينزل بالملك على جنب من التصميم، ماشي، وهينضف على شمال الملك، وهينزل بالملكة وراه مع واحدة أكيد من سادات الأبطال اللي معاه علشان يقضي على الملك ويقدر يحافظ على الجنود بتاعته. تمام، ايه تاني؟ زي ما انت شايف استعمل الآلة اللي هي بتتعاقب الدفاعات دي ونزلها، هينزلها معاهم ولا لأ؟ هنعرف دلوقتي كل حاجة. طيب واحد الجولم التلجي ده اتفعل ولسه محافظ على قدرة الملك، وفعل قدرة الملك طبعا عشان يحافظ عليه. وطبعا العنقاء تحافظ عليه لأكبر وقت. هو كده عايز الملكة بس تاخد له التاون هول. تمام، نزل بالبطل على يمين الملك والملك علشان يخليهم يخشوا للتاون هول إجباري، وفعلا راحوا ناحية التاون هول. لسه العنقاء محافظ على حياة الملك بس ماتت. نزل بواحد من العمالقة عشان يحافظ على الملكة، واضطر ان هو يجمد المالتي انفيرنو ده عشان يقدر يمحيه بكل سهولة. تمام، الملكة قدرت تاخد المالتي انفيرنو، البطلة شغالة بشكل حلو، هتاخد الاسكاتر. غير الآلة تاني ما استعملهاش، بدأ ان هو يوزع البالونات. زي ما انت شايف بيستخدم تنوع في آلات الحصار وبيستخدمها بكل سهولة زي كأنها عادي بالنسبة له. دي رابع آلة حصار نشوفها النهاردة. زي ما انت شايف نزل بالبالونات ونزل بالآمر وراهم، والملكة قدرت ان هي تاخد له اللي هو عايزه من التصميم وماتت. فعل خاصية الآمر مع واحدة غضب في منتصف التصميم. شوف كمية البالونات اللي في منتصف التصميم، هيقدر يمحي منتصف التصميم بكل سهولة وبدون ما يخسر جنود كتير. شوف كميه البيانات، لسه محافظ على آلة الحصار، فاضل له بس الاسكاتر ده، ولا يعمل له مشاكل مع واحده تسريع اظن. لا ما عملش تسريع، مع الآلة هتاخد له هي الاسكاتر ده بكل سهوله. ماشي، الفخاخ كلها طلعت على اللافا ولسه اللافا حتى عايشه. تمام، فاضل له بس المليس في منتصف التصميم هو اللي هيعمل له مشكله ولا لا. وقدر كميه البيانات تروح على منتصف التصميم. شوف كميه البيانات اللي اتبقت يا جدع، انا مش عارف اقول ايه في الهجمات دي. يا ابني بسم الله ما شاء الله، 41 ثانيه اكتر من كفيله ان هي تمسح التصميم. ربنا يحرسك يا ابني، ربنا يحرسك. وجنود تنظيف كتير ولسه ياتي. عظمه يا جدعان. طيب يا شباب، انا كده شرحت لكم هجمات كتير قوي للستارز، اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى ان انا اشوف تعليقاتكم تحت في الكومنتات. ويا ريت يا ريت يا ريت لايك واشتراك وتفعل زرار الجرس، واتمنى الفيديو فعلا يعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.